والله افضل نتيجه ممكن يجيبها الاهلي ممكن تبقى 6 7 وانت طالع. لا 6-0. هو الزمالك انا ما اعرفش يا ريت زمان الزمالك ده ما اخره ان انا نحط عليه بس. والله يعني ما فيش حد بيخاف منه في الزمالك. زيزو ده ولا اي حد. والله يعني ما فيش حد بيلعب في الزمالك كده. انا عندي 26 سنه ما اسمعش عنه ان هو كسب خالص. ما تسمعش عن نادي الزمالك ده؟ خالص. انا يعني انا اسمع ان هم بيحطوا عليه بس. اوف كهربا حطوا صح. لا لو حطوا صح كده هتبقى مصيبه. هيجيب ضربه جزاء وتيجي يسجل جول ضربه جزاء. اخر مره الزمالك كسب كانت 2-1 بتاعنا، هي كاس مصر 2021. ابويا ممكن اسماعيلاوي كان زمان، بس دلوقتي بيشجع الاهلي عشان بيكسب. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ نزلنا النهارده الشارع في ويكت السبع عشان نرصد اراء الناس وتوقعاتهم حوالين ماتش القمه بين الاهلي والزمالك، فيلا بينا نشوف الناس قالت ايه. يلا بينا. اتوقع ان ماتش القمه هيبقى ماتش قوي، الاهلي هيفتتح الزمالك فيه 2-0. لا ما اعتقدش، الزمالك مستواه ثابت الفتره الاخيره، ورغم ان ثبات اتذبذب مستوى الاهلي بس الاهلي يقدر ياخد الماتش. انا يعني اقول له اهلاوي، ماليش في الكوره قد كده، انا اصلا ماليش في الكوره قد كده اصلا. هو نادي الشعب النادي الاهلي طبعا، ونادر لما تلاقي حد بيشجع الزمالك. لازم يكسب. لازم يكسب. اتوقع الزمالك يكسب ان شاء الله. زملكاوي. انا ماليش في الكوره قوي بس يعني يعتبر ميال شويه للاهلي. هذا كده الاهلي هيكسب. الفريق اللي بيلعب بروح الفانلة ده اللي يكسب، ما تقوليش بقى وحش، لانه منتمي للفريق انت كده كده هتكسب حتى لو وحش فيهم. هدف قضية ممكن بتاع قفشه. الهدف ده لسه مؤثر عليهم؟ اكيد بيطلع لهم في كوابيسهم. لا ده العمر كله مش هينسوه. يعني قول قرن كده ولا حاجه. يقدر يحسم الماتش طبعا بسهوله، بس مش هيكمل بسكور، يعني ماتشات القمه ما بتشتغلش سكور كبير دايما، بس يعني نادر موقعه يعني. الزمالك في الفتره الاخيره مستواه فايق عن النادي الاهلي ومستقر، خصوصا مع التعاقدات اللي فيها خصوصا مع ناصر ماهر. شايف حتى بعيد عن التعاقدات المدير الفني بتاعهم برضه ثابت على المبدا بتاعه برضه في التشكيل. اللعيبه بتأدي كويس، العناصر المهمه فيه مركزه وبتأدي حلو. احمد سيد زيدو مثلا عامل اداء حلو في الماتش الاخير، وكذلك برضه التعاقدات الاخيره زي ناصر ماهر وعبد الله السعيد. الناس دي بتعمل ماتشات حلوه مع بعض انت شايف ان ناصر ماهر ممكن يصنع الفرق؟ لا رغم قوته مش هيعمل حاجه. امام عاشور ممكن يأثر على النادي الاهلي؟ غير امام عاشور ممكن يأثر، بس مش هيأثر قوي برضه، لان عندك برضه في ناس موجوده زي كوكا زي قفشه. الناس دي تقدر تصنع الفرق طبعا. وخط النص النادي الاهلي معروف بانه قوي برضه، يعني ما كانش ضعيف قبل كده برضه عشان امام يأثر قوي يعني عليه. فنتوقع ان الاهلي هيفضل ثابت برضه في نص الملعب، يعني مش هيتأثر قوي بامام عاشور. اخر مره الزمالك كسب الاهلي ما كسبش، ده اخر مره كان اتعادل كده بره كده بقاله كتير هو ما كسبش الاهلي، حوالي 3-4 مرات في تاريخ الزمالك كسب الاهلي. حوالي 3-4 مرات كده من في التاريخ، من ساعه ما بدات اتابع كوره، من ساعه ما بعيد عن الكوره، والزمالك اصلا ما بيكسبش الاهلي الا كل فين وفين. هو كده كده كعب على الزمالك فهيكسب المباراه بسهوله يعني. عائلتنا كلها ليها في الكوره. الاهلي طبعا. ابويا ممكن اسماعيلاوي كان زمان، بس دلوقتي بيشجع الاهلي عشان بيكسب. توقعاتك ايه الماتش القمه الماتش الجاي؟ والله هو اكيد الاهلي هيكسب يعني دايما زمان على طول الاهلي بيكسب، يعني انا فاكر من ايام 6-1 ودايما بيقعدوا يحفلوا بقى على الزمالك كده. تفتكر ممكن تتكرر 6-1 تاني؟ اكيد طبعا، يعني دايما بحاول ان بشوف انها ممكن تتكرر تاني، الا ان ممكن يكون الاهلي اصلا ما بشوفهم لعبهم بيبقى وحش شويه، لكن بحس انه بيعرف يجيب اجوان اصلا، يعني ده اللي بيعرف يعمله. فكاك بعيد عن الاداء. بعيد عن الاداء كده هو بيجيب اجوان. هو نادي الشعب النادي الاهلي طبعا، ونادر لما تلاقي حد بيشجع الزمالك، او غريب لما تلاقي حد بيشجع الزمالك الفتره دي. فعادي هتلاقي دي حاجه من طيبه من جواه، يعني اللي هو عاديه، يعني مش متعمده، يعني اللي هو تصنعها، يعني كده تركي آل الشيخ معروف انه اهلاوي يعني. هو الصح اصلا ماتشات الدوري تبقى في مصر، يعني بتبقى اصلا دوري مصري يتلعب في مصر، ليه اللي يوديه السعوديه يعني؟ الافضل ليك، اصل هو ترويج ليك انت، المفروض ما يبقاش ترويج للسعوديه اصلا. كان نفسي الماتش يتلعب في السعوديه عشان تركي آل الشيخ راجل محترم وكده ومعاه فلوس حلوه. حسيت ان سمسار تركي آل الشيخ تعب في نادي النصر وكل معاه في اي حاجه تركي. لا نادي الزمالك برضه نادي كبير برضه، لازم تعمل له حساب، بس برضه انت اتعودت على الماتشات بتاعت بره انها ماتشات حلوه وكده، بس برضه ماتش القمه مش هتفرق بالنسبه له كانت الجوده عاليه او الجوده مش حلوه، فكده ماتشات الاهلي بتبقى معروفه انها قويه، مش معتمده على جوده التصوير والكلام ده. طبعا الماتش يتلعب في مصر، يعني انت بعد التطور اللي حصل في مصر الفتره الاخيره دي ما ينفعش الماتش يتلعب بره برضه يعني. ممكن اللي يفتح الفريق اسامه ابو علي، ممكن احمد عبد القادر لو خد الفرصه ممكن يعمل اداء عالي. طب ايه اللي بيميز الزمالك عن الاهلي الفتره دي؟ هو حاليا نص الملعب بتاع الاهلي معظمه مصاب،
ومروان عطيه برضه طلع الماتش الاخير مصاب في الخلفيه فممكن ما يلعبش، واحنا نص ملعبنا يعني حلو في الفتره ديت، معانا صفقات حلوه يعني. عندنا دونجا وعندنا احمد حمدي برضه شغال الفتره الاخيره. اكتر صفقه جديده بالنسبه للزمالك صفقه الزمالك ناصر ماهر واحمد حمدي. شايف ان عبد الله السعيد اضاف للزمالك ولا لسه ما قدمش لا لسه ما قدمش اي حاجه للزمالك، لسه ما قدمش. هو احمد حمدي وناصر ماهر شغالين حلو، لكن عبد الله السعيد لسه ما قدمش حاجه. نقطه ضعف الزمالك خط الدفاع، نقطه ضعف الاهلي برضه هيبقى نص الملعب عشان الغيابات الكتير اللي عنده دي، لكن الدفاع مع الاهلي حلو شغال والباكات شغال. في ماتشات القمه بيبقى فيه مفاجاه، تفتكر مين اللاعب اللي ممكن يكون مفاجاه الماتش؟ مفاجأة الماتش ممكن تكون في لاعب زي عبد القادر مثلا اللي بعيد عن المستوى بقاله فترة، لو خد فرصته الماتش ده ممكن يأدي حلو ويعمل أداء حلو واحتمال كبير يسجل كمان. طب انت كاهلاوي مين يخوفك من نادي الزمالك؟ هو نادي الزمالك برضه نادي كبير برضه لازم تعمل له حساب، بس برضه ما تنساش انك الاهلي برضه انك كبير افريقيا يعني، ف غالبا انت ما يأثرش معاك برضه. ممكن احمد سيد زيزو، الباقي كله يعني سهل في المتناول بالنسبه لبقيه الفريق يعني. اتمنى ان يكون في اهداف كتير في الماتش، بس الواقع بيقول ان هيبقى في اهداف قليله في الماتش، لان الاهلي عايز يكسب ماتش وخلاص مش عايز اداء. ممكن 2-0 وسام ابو علي واحتمال كبير كهربا. ان شاء الله الزمالك يكسب 2-1 شيكابالا وزيزو. الزمالك فريق حلو ان شاء الله يكسب الماتش الجاي، والاهلي ان شاء الله يخسر عشان ما بحبش الاهلي. بصراحه كنت بحب امام بصراحه، بس لما راح الاهلي ما بقتش احبه خالص. كنت واحد بحب الاهلي نفسك مين الزمالك؟ مروان عطيه، وليد سليمان، وعماد متعب وابو تريكه. وبس كده، ده كان راي الناس في توقعاتهم عن مباراه القمه يوم الاثنين بين الاهلي والزمالك، ونتقابل ان شاء الله بعد الماتش في فيديو جديد. سلام.